كتبدا القصه ديالنا مع الدخله ديال العام الدراسي الجديد في واحد الجامعه. كيكون كاين حفل استقبال ديال الطلبه الجدد، وتما كيبان واحد الطالب سميتو جون، والبنات كاملين كيتسطاو عليه حيت هو قرطاسه مشهور وعنده الفلوس، ولكن واخا عنده لي فالورز بزاف في السوشيال ميديا، في الواقع كيحس براسو وحيد. ولكن في نفس الجامعه كاين طالب اخر سميتو يون، حالته الماديه على قد الحال وخدام بزاف ديال الخدمات في نفس الوقت باش يصور طرف الخبز، لدرجه ما عنده وقت لا يرتاح لا يفكر في الحب. ومن بعد كنتعرفوا على جين، وحده ديما ساده على راسها في المكتبه، واخا كتقرا بزاف ديما النقاط ديالها طايحين. في اول نهار ديال القرايه كيدخل جون المدرج، وكاع البنات كيبقاو يشوفوا فيه مبهورين. كيمشي يجلس مورايون اللي كان ناعس. فاش دخل الدكتور وبدا كيقيد الغياب، جون حاول يفيق يون، ولكن خوا عليه القهوه بلا ما يقصد. اعتذر ليه وعطاه كلينكس، ولكن يون ما تسوقش ليه كاع. جون استغرب، ومورا الحصه عرض عليه الفلوس كتعويض، ولكن يون رفض ومشى وخلاه. صاحب جون قال ليه بلا ما تصدع راسك معاه، راه داير بحال الروبو. من جهه اخرى جين في السكن الجامعي كانت كتمنى الطفله اللي غتشارك معها الغرفه تكون ظريفه ونقيه. دخلت عليها تشيه وحده غزاله وعندها غير صاك واحد. جين عرضت عليها تعاونها، ولكن تصدمات فاش لقاتها جايبه معها جبل ديال السيكان. كتقول جين لراسها شنو خلاني نحل فمي ونقول لها نعاونك، وكتبقى تهز في السيكان حتى ظهرها بغا يتهرس. انا ريم ما يمتيش داني نعاون. في الليل كنشوفو جون سهران مع صحابو في النايت كلوب، وباين باللي مصاحبين معاه غير باش يستغلوه ويخلص عليهم، محيت عائلته لاباس عليهم. كيدخل جون لواحد المارشي يشري شي حاجه، وكيشوف يون خدام تما كيحاول يتعرف عليه وكيعرض عليه يسهر معاهم. واسيدي انا نخلص ماشي مشكل، ولكن يون كيقمعو وكيقول ليه باللي ماشي كلشي كيتشرى بالفلوس. في هذا الوقت جين كانت كتقلب على مشاريع ديرهم في الجامعه باش تقوي السي في ديالها، ولكن شيه كتقول ليها بلي ما كتعرفش تنعس والضو شاعل، وكضطر جين تطفي اللابطوب ديالها وتاضو معاه. لا غد ليه كتمشي لمكتب السكرتيره، وفاش كتحل الباب كتصدم مع جون وهو خارج. كتوتر وكتحرج حيت هي قريبه من اشهر طالب في الجامعه، وكتعرف من السكرتيره باللي جون خدا المشروع وما عندها حتى حل من غير طلب منه يتنازل عليه. السكرتيره كتطلب منها تطوع في رحله طلاب جداد، وكضطر جين توافق. وفاش كتقولها لصاحبها تشان كيبدا يضحك عليها حيت غتنظف مورا الطلبه الجداد. والنهار الثاني كتعرف باللي يون مطوع معاها، وكتكون متوتره منه حيت هو اذكى طالب في الجامعه وديما كياخذ المنحه. وموراها كيبداو الدراري الجداد يعرفوا براسهم، وكيلاحظ جون باللي جين كتشوف فيه بزاف ويسحب ليه معجبه به. في الليل كيشوفها واقفه بوحدها وكيهضر معاها ويسولها علاش كتشوفي فيا، ياك ما عجبتك؟ ولكن هي كتوتر وكتحرج وكتقول ليه باللي صاحبو كيعيط عليه وكتشوف كيفاش تهرب منه. موراها جون كيحاول يقرب من يون باش يوليو صحاب، ولكن يون كيتجاهلو ويقول ليه ما عندوش الوقت للصداقه ولا الخروج. فاش كلشي كينعس كيمشي يون يشطب البلاصه ويجمع القراي، وكتمشي جين تعاونو وتقول ليه باللي كانت كتصيفط ليه ميساجات فاش كانوا مع بعضياتهم في النشاط الاجتماعي وهو ما جاوبهاش. ولكن يون كيقول ليها باللي ما وصلوا والو. كتحرج جين وكتمشي تنعس، وهي غادا كتشوف جون واقف مع صاحبو السكران اللي مخاصمه معاه حيت البنت اللي كيبغي معجبه بجون، وكيبدا يضرب فيه. كتمشي جين تدافع عليه، ولكن صاحبو غيضربها حتى كيجي يون وكيدافع عليها ويطيح صاحبو للارض. جون كتطلب من جين تداوي ليه الجرح، كتستغل الفرصه وتطلب منه يتنازل ليه على المشروع، وكيظن جون باللي دافعات عليه غير على قبل هاد الشيء وكيوافق، ولكن بشرط تولي صاحبته المقربه. كتصدم جين ولكن كتضطر توافق. كنشوفو يون قبل ما ينعس كيقلب في الميساجات ديالو، كيلقى الميساجات ديال جين وكيعرف باللي كانت كتقول الصدق. والنهار
الثاني كيعتذر ليها، موراها جون كيطلب من جين تلعب معاه واحد اللعبه، ولكن المسخوطه كترفض حيت كتخاف من البلايص العاليه، وكيوعدها باللي الا لعبات معاه غيتنازل ليها على المشروع. كتوافق بزز عليها وهي مرعوبه. جون كيشجعها وكيقول ليها ثقي فيا، وكينقز بها من الفوق وهي معنقاه، ولكن كتكون ميته بالخوف. ويون كيكون كيشوف فيهم وباين باللي مهتم بهم. فاش كيرجعوا للجامعه جين كتسول جون واش هضر مع السكرتيره، وكيقول ليها غيقولها ليها غدا، وكيخليها وكيمشي. كيصطدم مع خوه وكيعرف باللي ولا كيقرا في الجامعه، وخوه كيطلب منه يدير راسو ما كيعرفوش. اما يون كيكون كيشوف فيهم، وفي الليل كيكون خدام في السوبر ماركت، وكتجي عنده صاحبته ران وكتطلب منه يعرض عليها حيت غبر عليها بسبب الخدمه، وكتقول ليه يرتاح شويه ويخرج مع صحابه، ولكن يون مضطر يخدم حيت معتمد على راسو. كنشوفوه كيفيق بكري وما ناعش مزيان لدرجه كينعس في الطوبيس، وكيبقى يجري حتى كيوصل للجامعه، وفي الاخر كتلغى المحاضره وكيندم على جا. كيشوف جون وكيشكرو حيت عاونو في الرحله، ولكن يون كيقول ليه ما درت والو على قبلك وما يسحبش ليك، راه حنا ولينا صحاب. كتوصل جين وكتلقاهم واقفين ويسحب ليها مضاربين، ولكن يون كيمشي ويخليهم. اما جين كانت معصبه حيت جون ما وفاش بوعدو ويسحب ليها كيكذب عليها، ولكن جون كيديها عند السكرتيره ويتنازل ليها على المشروع، وكتعرف باللي غيتشاركوا بجوج في نفس القسم، وكيتمشى معاها تحت الشتا وشد ليها المظله طول الطريق. والنهار الثاني كتفيق جين وتلقى ران ناعسه في الارض، وكتعرف باللي هي شريكتها في السكن، وكتكون تصرفاتها غريبه، وكتطلب من جين تدلك ليها رجليها، وكتوافق جين حيت خايفه منها. موراها يون كيرجع للسكن ديالو وكيخلص خوه الصغير تما، وكيعرف باللي باغي يدخل لمدرسه البوليس، وكيتقهر حيت ما غيكملش قرايته، وكيتفكر باه اللي كان بوليسي ومات وخلاهم بوحدهم. جين كتمشي عند الدكتوره على قبل المشروع ديالها، والدكتوره كتطلب منها دير واحد البحث. في الليل كنشوفو شيا جالسه كتشكي وكتبكي حيت حبيبها فارقها، وقال ليها باللي وجهها زوين ولكن شخصيتها لا. كترجع للسكن وكيحاولوا جين وران يهضروا معاها ويعرضوا عليها الماكله، ولكن كترفض في هذا الوقت. صحاب جون كيمشيو لدارو وباغيين يباتوا عنده بزز، وجون كيكون مقلق حيت عارفوهم معاه غير على قبل الفلوس. والنهار اللي موراه في المحاضره كيتجاهلهم وكيمشي يجلس حدا يون وجاب ليه قهوه، ولكن يون كينوض من حداه ويجلس بوحدو باش ينعس. كيدخل الدكتور ويطلب منهم يديروا مشروع في مجموعات، وكيكون جون وصحابو في الفريق ديون. مورا المحاضره يون كيطلب من جين تنضم للفريق ديالهم، وكيف العاده كتوافق بزاز. كيجلس الفريق يتفقوا وكيقرروا يخليو جين هي القائده. كيجي اتصال لجون من امو وكتقول ليه رجع للدار حيت كاينه واحد العراضه، وكنعرفوا من كلامهم باللي ما كتهتمش به وديما كتفضل خوه عليه. في الليل شيا باقا متاثره بالفراق كتمشي للسوبر ماركت وكطيح ليها المناضه وكتبقى تبكي. كيشوفها يون وكيعاونها ويمسح الارض، وكتاثر شيا بهذا التصرف وكتشري ليه مشروب وتعطيه ليه هديه وتهرب. النهار اللي موراه كيكون اجتماع للفريق. جين كتاكد على كل شيء يحضر، ولكن حتى واحد ما جا من غير جون ويون. كيقترح يون يطردوهم ويقسموا الخدمه بيناتهم، ولكن جون كيرفض ويقول باللي يمكن عندهم ظروف. جين كتقرر تقسم الخدمه على كل شيء، واللي ما دارش خدمته ديرها هي، ولكن يون كيقول غينسحب ويمشي. فاش كيمشيو وراه كيلقاو صحاب جون ويون كيقولوا ليهم خاصكم تحملوا المسؤوليه. كيتعصبوا ويحاولوا يتضاربوا معاه. كيدخل جون يهديهم، ولكن صحابو كيضربوه ويطيحوه للارض. وتما جون كيتفكر ذكرياته فاش كان صغير وكان كيتعرض للعنف، وكيبدا يغوت ويبكي باش يحبسوا الصداع. موراها جين كداوي جرح يون وكتطلب منه ما ينسحبش، وكيضطر يون يوافق. جون كيتلاقى خوه وكيركب معاه في الطوموبيل، وباين باللي خوه ما بغاش يجي للدار. تما كنشوفوا باللي هما من عائله غنيه. لا
لاباس عليهم. وفي العراضه جون كيدير بيروك حيت عائلته كيتنمروا على اللون شعره. جون كيغلط في الهضره قدام عائلته، يقول باللي كيقرا في جامعه عاديه ماشي ديال لي بورجوا. با كيتعصب ويضربو ويقول ليه كتحشمني، وزيدها حتى مو بلاص ما تدافع عليه كتقول ليه انت فاشل وكتجر ليه البيروك اللي لابس وتتجري عليه من الدار. جون كيخرج محطم وكيطلع مع خوه في الطوموبيل، وخوه كيقول ليه ما ترجعش للدار حيت حتى واحد ما كيبغيك. وجون كينزل من الطوموبيل وكيتفكر كلام موباه وكيعيط لصحابو ويقول لهم انا عارض عليكم، وكيشرب حتى كيغيب على الوعي. كيعيط ليون ويقول ليه بلي غينتحر، ولكن يون خدام ما عندوش الوقت. ديك الشيء علاش كيعيط لجين تمشي عنده. فاش كتوصل جين كتلقاه واقف قدام البحيره باغي يرمي راسو. كتحاول تهضر معاه وجون كيطلب منها ترتبط به. كتصدم جين وتقول ليه بلي كتبغي شخص اخر، وكيجي يون ويهز جون سكران على ظهرو حتى لدارو. وفاش كيدخل الحمام كيشوفو كبير ونقي وكيتفكر الحمام الضيق ديال دارو، وهنا كيحزن على حالته الميؤوس منها. والنهار الثاني جون كيعيط لجين وكيسولها شكون هاد الراجل اللي كتبغي، وكتقول ليه صاحبها تشان. جون كيوعدها يعاونها باش تشان يبغيها وكيعطيها نصائح. وجين كتمشي لدار تشان باش يتعشى، ولكن كينسى بانه داير معاها وكيكون عارض على حبيبته القديمه. وكتصدم جين فاش كتشوفها وكتخرج وهي كتبكي مسكينه ما عندها زهر. كيشوفها جون ويقول ليها بلي تشان كان كيكذب عليها بلي تفارق مع الاكس ديالو، وكيقول ليها تعاملوا كانه حبيبها باش تشان يغير. وكيقطع ليها البراسلي اللي عطاها تشان باش تنسى الماضي كلها. كيضرب على راسو. وفعلا تشان كيشوفهم ويحس بالغيره. موراها شيا كتمشي للسوبر ماركت تقلب على يون وباين باللي معجبه به. ويون كيكون قبل خدمه جديده على طريق ران، ولكن كيرفضها في التالي حيت ما تيبغيش شي واحد يكون داير فيه الخير. وجون ويون كيوليو صحاب من بعد ما يون رجع ليه الفلوس الساعه اللي باعها اخوه الصغير. جين كتعرف باللي جون كان عارف الحبيبه ديال تشان غتجي لدارو وخلاها تمشي باش يدابزهم مع بعضياتهم. وكتقلق جين وتقول ليه غنبقاو غير صحاب في المشروع. جون كيبقى يبكي حيت جرح صديقته الوحيده، وكينصحو يون باش يعترف ليها بمشاعره. جون كيمشي للسكن ديال جين وكيعترف ليها باللي كيبغيها. موراها يون كيسخف بسبب كثرة الخدمه وسوء التغذيه، وجون كيبقى حداه في السبيطار وسهران معاه. جين كانت كتكتب البحث وغلطات وكتبات فيه كلام جون ليها، وتلفات المسكينه واحد طالب شفر البحث ديال جين وقدموا للدكتوره بسميتو. ديك الشيء علاش جين ولات مشهوره في الجامعه باللي مرتبطه بجون، والطلبه بداو يتنمروا عليها. انا ريم ميمتي جين كتسخف وكطيح على الارض وهي كتفكر تنمر الدراري عليها في صغرها. وجون كيحاول يطمئن عليها ولكن هي كتطلب منه يبعد عليها في الاخر. جون كيتلاقى ران وكتصدم باللي هو صاحب يون، ويون كيعرض على جون العشاء في المطعم فين خدام غارسون باش يبين ليه باللي هما من طبقات مختلفه وما يقدروش يوليو صحاب. جون كيتعصب ويقرر يبعد عليه، وجين كتمشي عند الدكتوره تدافع على راسها ولكن الدكتوره كتجري عليها. وفي المطعم صحاب جون كيسبوا المشاكل ليون، والشاف كيجري عليه من الخدمه ويطلب منه يخلص داك الشيء اللي تهرس. محيت علاقتهم جابت ليه غير المشاكل وصداع الراس. وكيحاول يون يرغبوا باش يعطيه فرصه ثانيه ولكن كيرفض وكيقول ليه باللي هذا اخر نهار ليه في هاد البلاصه. كيبكي على حاله وشافو جون وتاثر وبقى فيه. هو غادي يتبعو يون وطلب منه ما يقول حتى واحد باللي شافو كيبكي، ولكن جون تعصب عليه وقال ليه بركه ما تحمل نفسك فوق طاقتها وباللي ماشي عيب يطلب المساعده من شي حد مره. وسمح فيه ومشى. وران عيطات ليه ولكنه تجاهل الاتصال ديالها وما بغاش يجاوبها. من بعد عرفات من صاحبتها باللي اشهر طالب في الجامعه مصاحب مع جين وتصدمات وما بغاتش تيق. وملي رجعت للسكن قالتها لران وتصدمات حتى هي ملي عرفات، وقالت ليها باللي شافت جون ويون كيدابزوا مع بعضياتهم على قبل شي بنت، ودابا فهمت باللي هي جين. وملي رجعت جين بقاو كيسولوها وكيعاملوها مزيان وكيقولوا ليها شنو دارت باش تطيحهم في الحب ديالها، وحسات جين بالاحراج وقالت ليهم باللي هادشي غير اشاعات، ولا غد لي عطاتو كادو وطلبات منه السماحه حيت خرجت في قيسها فيه.
طلبات منه يرجع لفريق المشروع وقالت ليه قلب على سميه ديال النبات وخلاته ومشات كتجري. وملي قلب جون لقى معنى النبات الاعتذار الصادق وضحك على التصرف ديالها. من بعد كانت في الجامعه وحاصروها اصحاب جون وطلبوا منها تعطيهم المعلومات وبقاو كيديرونجيوها حتى بكات. وجا جون وغوت عليهم وانفصل على الفريق ديالهم وخدا جين ومشى. ومن بعد عرف باللي يون هو اللي طلب منها ترجعوا للمشروع ومشى معاها يتلاقاوه، ولكن كانت العلاقه بيناتهم مازال متوتره وخلاتهم جين باش يهضروا مع بعضياتهم. وطلب يون السماحه على الهضره اللي قال لي جون باللي نسى داكشي اللي وقع. والاستاذه عرفت باللي المساعد ديالها سرق البحث من جين وقدموا بسميتو وحسات بالذنب حيت ظلماتها. من بعد يون لقى خدمه واحده اخرى في شي ريستو، ولكن اضطر يخدم بالنهار وتعطل على وقت الاجتماع. واستغربات جين حيت ماشي من عوايدو يتعطل. من بعد جون خدا جين ومشى للمدرسه القديمه ديالها باش تواجه الماضي ديالها وتعالج من الصدمه اللي جاتها. وملي وصلت لتما تفكرت الذكريات ديالها وبقات كتبكي وحاول جون يهدنها ويخفف عليها حتى ولات مزيانه. من بعد تمشاو مع بعضياتهم وكانت غتعكل وطيح، ولكن الاسطوره ديالنا جون شدها وعقد ليها السبرديله وتاثرت جين بداك الشيء اللي دار. وبقاو كيجريو مع بعضياتهم حتى للسكن وهما فرحانين. من بعد السكرتيره تفاجات باللي الاستاذه خدمات بالبحث ديال جين في المشروع ديالها. بدا راسها كيضرها ومشات تسولها ولكن هداتها باش ما تعاود لحتى واحد وخافت السكرتيره وخرجت من المكتب ديالها. من بعد قرب وقت تسليم المشاريع وطلبوا صحاب جون من جين باش يرجعوا للفريق، ولكن رفضت حيت ما داروا حتى مجهود في المشروع. وفي المحاضره بدا الفريق كيناقش المشروع قدام الدكتور وعجبوا المجهود ديالهم، ولكن واحد الكيدار من صحاب جون قال الدكتور باللي شارك معاهم في المشروع وهما سرقوا مجهوده وزادوا جراو عليه من الفريق وهضر في حوايج كاينه بصح في المشروع. والمسخوط بان باللي عارفها من وحده شافت البيسي ديال جين وهو محلول وصورت جزء منه وصيفطاتو ليه. وقررت جين تناقشوا بحكم انها قائده الفريق كانت متوتره حيت كتخاف من التجمعات، ولكن تفكرات كلام جون ليها وتشجعت وبدات كتناقشهم وقدرات تثبت الهضره ديالها. واقتنع الدكتور بكلامها وعطاهم النقط كامله. وهنا الفريق فرح بنجاح المشروع وقربوا من بعضياتهم اكثر. من بعد ران مشات تلاقات بيون وبقاو كيضحكوا مع بعضياتهم وضرباتو حيت ما كانش كيجاوب على الاتصالات ديالها. وشافتهم هي وتقلقات حيت معجبه بيون. وبالليل خرج جون مع جين باش يحتفلوا وبقاو كيشربوا مع بعضياتهم. وبدات جين كتعترف ليه بحقيقه المشاعر ديالها وفرح جون وقرب منها، ولكن حسات بالاحراج وبعدات عليه واضطر جون يهزها على ظهره وتمشى بها حتى وصلها للدار ديالها. من بعد جا اتصال من يون طلب منه يتلاقاه وورى ليه فيديو للشاف وهو كيجري عليه من الخدمه منشور في الانترنت. وسولو واش هو اللي دار هكاك واعترف ليه جون باللي هو اللي دار هكاك باش يجيب ليه حقه. وكان متوقع انه غيتعصب منه لكنه يون فاجئه وشكروا على داك الشيء اللي دار. وفرح جون بكلامه وكان باين بانهم قربوا من بعضياتهم. ولا غد ليه فقد جين وتفكرت داك الشيء اللي وقع البارح وحسات بالاحراج وكانت حشمانه تمشي للجامعه ولكن مشات. وكان تليفونها مديشارجي وبقات كتقلب على جون ولكن تلاقات ليكس ديالها بالصدفه وتمشى معاها وطلب منها تولي صديقته مره واحده اخرى ولكن هي ما بغاتش. وفي نفس الوقت جون كيحاول يتصل بها ولكن تليفونها كان طافي وشافها واقفه مع ليكس ديالها وحس بالغيره وجرها من يديها وهضر معها على داك الشيء اللي وقع البارح. وفي الاول مثلات جين انها ما عاقله على والو ولكن من بعد تشجعات وقالت ليه باللي عاقله واعترفت ليه انها معجبه به وفرح جون وعنقها. والمسخوط حتى هو اعترف ليها وتفاهموا يرتبطوا وتمشاو قدام كاع الناس وهما شادين في الدين بعضياتهم. وكان واحد المهرجان وتفرجوا في فريق ران وهما كيقدموا عروض خطيره وتفاجئوا بالموهبه ديالها. من بعد شارك جون حتى هو في المهرجان وبقى كيغني ونبار الكل بالصوت الواعر ديالو ولكن كان كيشوف جين ومركز غير معاها. وكانت شيا وران جالسين حدا يون وهما بجوج معجبين به وحاولت شيا تقرب منه وطلبات منه يخرج معاها ولكن قال ليها بلي ما عندوش الوقت وحس
حسات ران بالغيره وجراتو من يدو وداتو معاها للدار. تما كانت دايره ليهم مفاجاه بمناسبه عيد ميلادو، وكان تا جون تما وعطى الورد لجين ملي وصلات وبقاو كيغنيو ويحتفلوا هما فرحانين. وكان يون حشمان وما مولفش الجو، حشات له راسو ران في الحلوه وتصوروا معاه وهما كيضحكوا. من بعد لعبوا لعبات الصراحه، وملي جات النوبه في يون سولوه واش عنده شي صحاب وقال لهم 2.5، وملي سولوه شكون نص قال لهم جون، وبقاو كيضحكوا. من بعد جات النوبه في جين وسولوها واش مصاحبه مع جون وقالت لهم وملي سالاو الحفله بقات شيه كتشوف فيون وباين انها كتبغيه. جين وجون طوعوا يخدموا في المهرجان وشافوه صحابو وقرروا يستغلوه وكتبوا بلاكا اللي بغى يتصور معايا يخلص الفلوس، وتجمعوا عليه بنات بزاف، ولكن جون رفض وهرب منهم. من بعد عرف من جين انها دافعه باش تخدم مساعده ديال خوه الدكتور، وتقلق وطلب منها ما تدفعش. واستغربات جين وسولاتو واش كيعرفوا، ولكن جون ما بغاش يقول ليها وخلاها ومشى. من بعد صحابو فرشوهم وقالوا لكل شيء انها حبيبه جون، وخلاو المعجبات والبنات يضايقوها بالهضره. وملي عرف جون رجع ليها وغوت عليهم ودافع عليها ودابز مع صحابو، ولكن ضربوه وطيحوه في الارض. وتفكر جون ملي كان خوه كيضربوه وهو صغير وصمم يترجل ويصبر على العصا. من بعد جون قال لجين باللي هذه هي حقيقته، باللي ديما كيتضرب وما كيعرفش يدافع على راسو. ولكن جين الحنينه عنقته وقالت ليه واخا هكاك كتبغيه، وصلاتو حتى للدار ودخلات معاه وعقمات ليه الجرح وبقات معاه حتى نعس وبقات كتشوف فيه. ومن بعد يون ساق الخبر واتصل به باش يطمئن عليه، وكان باين من صوتو انه مبرزط عليه. وفرح جون بالاهتمام ديالو باللي اخيرا كيعاملو بحال صاحبو. ولا غد ليه زارتو جين في الدار ودات ليه معاها الدواء وغير شافها عنقها، ولكن من بعد جا اتصال. وملي شاف جون الرقم عرف باللي راه خوه. وملي سالات جين المكالمه اعترف ليها جون بالحقيقه وقال ليها باللي خوه ديما كيعاملو خايب، وباللي هو اكثر واحد كيكرهوه في الدنيا حيت كان كيضربو وهو صغير. وتاثرات جين بكلامه. ومن بعد تلاقات يون وكانت مستغربه انه دابز مع اصحاب جون على قبلها، وباللي اول مره تشوفو كيضرب شي واحد. ولمحات ليه انهم ولاو صحاب، وقال ليها يون باللي جون كيفكروا بخوه الصغير وكيحس انه لازم يدافع عليه. ومشات جين تشري القهوه وجات ران وطلبت منه نمرته، ولكن يون رفض وحست هي بالاحراج ومشات وهي مقلقه. من بعد واحد صاحب جون حاول يستغله وطلب منه يعيش معاه في الدار حيت جراو عليه من السكن ديالو، ولكن جون رفض حيت شافو كيتضرب البارح وما بغاش يتدخل. من بعد جون مشى يتلاقى صاحبو اللي ضربو، قال ليه باللي غيبلغ عليه البوليس، ولكن صاحبو هدو الى دارها غيبلغ على يون حيت ضربو على قبلو. وتفاجأ جون ملي عرف باللي يون دابز على قبلو ومشى يشكرو وقال ليه باللي كان كيتمنى مشحال هادي يكون عنده خوه كبير يدافع عليه. وفجأة جات مكالمة ليون من خوه وعرف منه باللي معينة ومحتاجة عملية في ظهرها وإلا ما دارتهاش غتموت. طمنه وقال ليه يركز في قرايته وهو غيتصرف، ومشى ياخذ استمارة من عند السكرتيرة باش يخرج من الجامعة ويقدر يخدم. ومشى يجمع حوايجو وجا عنده خوه وشاف المكان اللي عايش فيه وتأثر حيت ديما كيضحي على قبله. وقال ليه باللي قرر يخرج من أكاديمية الشرطة ويخدم حتى هو باش يجيب الفلوس، ولكن البطل ديالنا يون رفض وقال ليه باللي غيتصرف وخرج خوه وهو كيبكي. وجون سمع كل شيء وشاف كل شيء. ومن بعد يون عرف باللي مصاريف عملية موت خلصات، وعرف من خوه باللي جون هو اللي خلصها. ومن بعد ليكس ديال جين طلب من جين باش يتلاقاو، وملي مشات عنده اعترف ليها باللي كيبغيها وبغاها تكون حبيبته، ولكن جين كيف العاده قالت ليه باللي فات الفوت. ومن بعد شين هضرات مع ران وقالت ليها باللي معجبه بيون، وكانت ران حتى هي معجبه به، وتفاهموا يعترفوا ليه بجوج بهم مشاعرهم وهو يختار اللي باغي. اسعدات كمعلم. من بعد الاستاذ تلاقى بيون وقال ليه باللي هو ملي كان طالب بحاله كان كيمر بنفس المشاكل وقدر يتجاوزها، وطلب منه ما يرفضش المساعده من شي حد حيت الوقت قدامه طويل ويقدر يرد الجميل لاي واحد ساعده. وتاثر يون بكلامه واتصل بجون وطلب يتلاقى وشكروا على داك الشيء اللي دار، وبقاو كيتمشاو مع بعضياتهم وكل واحد كيعاود الاخر على حياته، وبان باللي ولاو صحاب مقربين. وقررت شيا تعترف بحبها ليون وطلبات من جين تساعدها، ولا غد لي عرضات عليه جين الغدا. وسبحان الله مثلات شيا انها تلاقاتهم بالصدفه وجلست معاهم ورات ليه الطابلو اللي رسماتو ليه، ومن بعد طلبات منه يهضروا بوحدهم. وملي مشات معاه اعترفت ليه شيا انها كتبغيه، ولكن
رفضها وتأسف ليها حيت ما عندوش الوقت للحب بسبب الخدمة. وبقات شيا كتبكي وكانت ران واقفة وشافت كل شيء. وبالليل مشى يجمع حوايجو من الدار وما كانش عنده فين يبات ونعس في الزنقة وحلم باه اللي مات. وهو كيعنقو وكيبكي. قال ليه يون باللي دار كل ما في جهدو باش يتهلا في مخه ولكن عيا. كتوصل رسالة لجون من البنكة وكيعرف باللي يون خلص عليه كاع الكريديات والديون اللي عليه وبقى كيقلب عليه في الزناقي حتى لقاه وطلب منه يعيش معاه في دارو ولكن يون رفض. ولكن جون بقى لاصقو حتى وافق وتعشاو بجوج ونعس على السداري من العيا وغطى جون وهو فرحان. من بعد شيا قالت لران باللي اعترفت ليون بمشاعرها ورفضها كيف العادة. اختيش من نفس عندك. وبقات كتبكي وحاولت ران تخفف عليها وقالت ليها باللي كتحسدها حيت خايفة تعترف ليه ويرفضها حتى هي وتخسرو. ولا غد ليه يون فاق ولقى جون موجد ليه الفطور وكلاو مجموعين. ولكن تفاجأ باللي شرا الماكلة اللي في الفطور بثمن الماكلة اللي كياكلها هو الشهر كامل. وطلب منه جون يختار معاه الحوايج اللي كيلبس واستغرب حيت كاع التيشيرتات اللي عنده نفس الشكل. وقال ليه باللي كيضيع فلوسه في والو. من بعد كان جين في مكتب خو جون ولقاتو كيتفرج في فيديو جون وهو ما كيصلخوه وسولها عليه واستغربات جين حيت مهتم به وقالت ليه باللي تجبد صداع عليها وباللي عارفه انهم خوت. وتفاجأ من كلامها وعرف باللي مرتبطه بجون وباللي هو اللي عاود ليها. من بعد مشات تشوف جون وقالت ليه باللي خوه سول عليه وكان مهتم به. ولكن جون قال ليها باللي كيدير هكا غير قدام الناس ولكن الحقيقه هو كيستعر منه وخلاتو جين باش تمشي للمحاضره. ولكن تلاقاها صاحبه وطلب منها السماحه على داكشي اللي دار وطلب منها تمشي معاه باش باقي صحابو يطلبوا منها السماحه. والمسكينه جين تيقاتو. جين مشات معاه ودخلها لواحد البيت وسد عليها وكان كيصورها في فيديو وهو طالع لايف وكتب باللي كيدوز وقت مع حبيبته. وعرف جون وجرى باش يلحق عليها وحاول يعيط ليها ولكن صاحبو خدا منها التليفون. وحاولت جين تهرب ولكن منعها وتعدى عليها. وصل جون ودابز معاه وضربه وطمأن على جين ولكن صاحبو جا من وراه وضربو كان باغي يخنقو. ولكن جات ران في الوقت المناسب وضرباته وجا الامن وقبطوا عليه وخرجت جين مع جون على برا باش تعقم له الجرح ديالو وطلبات منه السماحه وباللي داكشي اللي وقع كان بسببها. ولكن جون خفف عليها وقال ليها باللي كان خايف عليها وتأسف حيت ما لحقش عليها بالزربه. ومن بعد ما كان جون ماشي لقى خوه كيتسناه وهضر معاه وسولو علاش ما ضربش هادو اللي ضربوه. قال ليه جون باللي ما قدرش ينسى ملي كان كيضربوه وهو صغير وباللي ولف يصبر للعصا بلا ما يدافع على راسو. وتأثر خوه بكلامه وخلاه جون وطلع لدارو. وبالليل يا سيادي كان ناعس وحلم بكابوس باللي خوه كيضربو وفاق من النعاس وهو مخلوع وكيبكي. وملي رجع يون من الخدمه لقى جون خايف وكيترعد ومشى عنده يواسيه. ولا غد ليه لبسات جين كسوه زوينه ومشات باش تلاقى جون كيف ما كانوا متفقين. ولكن المسخوط تعطل عليها وملي عيطات ليه قال ليها بلي ما غيقدرش يشوفها وتقلقات جين ومشات طمأن عليه. ولكن لقاتو سد على راسو في البيت وخلاتو على راحته. شافها تشان وهي هابطه من عنده وحاول كيف العاده يهضر معاها ولكن رفضاتو وخلاتو. وتقلق تشان حيت علاقتهم متوتره وبدا كيشرب يا سيادي. وجات ران جلست حداه وطلب نمرتها ولكن رفضات وقال ليها باللي ماشي اول مره يترفض. وتأثرات ران وطلبات منه يعاود ليها على حياته. من بعد جون تحسن وشكريون حيت وقف معاه وعرف منه باللي جين جات عنده البارح وتفاجأ ومشى يتلاقاها واعتذر ليها حيت ما قدرش يهضر معاها البارح وحيت ما كانش باغيها تشوفه في ديك الحاله. عنقاتو جين وقالت ليه باللي هي معاه في اي وقت يحتاجها فيه. من بعد الاستاذ بارك نظم رحله تخييم في الجامعه ولكن حتى واحد ما شارك فيها وبقات الاستاذه كتنظ عليه. ولكن من بعد عرف جون ونضم للرحله هو والزملاء ديالو وفرح الاستاذ ملي شافهم ودوزوا كاملين وقت زوين مع بعضياتهم. وبالليل تجمعوا وشعلوا العافيه ولعبوا لعبه الحقيقه وسولهم تشان الا شي حد معجب بشي حد كاين معاهم يهبطوا صبع وهبطوا صبعهم كاملين. وتفاجأ كل شيء وكانوا حايرين واش معجبين بران ولا شيا. من بعد لعبوا لعبه الذكريات وكل واحد بدا كيعاود على حياته الذكريات المؤلمه اللي داز منها. وتفكر جون ذكرى ليه هو صغير وديك الساعه خو كان كيبكي وكيطلب يسامحه وكان مستغرب. وملي سولو يون مالو قال ليه جون باللي شك باللي ذكرياته كانت غلطه ولازم يتاكد منها باش يعرف الحقيقه. وركب باش يمشي يشوف خوه. هو في طريقه جات
جاتو الشقيقه وتفكر ذكريات وحده اخرى، وكان باه كيضربو خو كيدافع عليه وما بقاش عارف شكون فيهم اللي على حق. وملي هضر مع خوه اعترف ليه باللي باهم هو اللي كان كيضربو، وتفاجأ جون وسولو علاش ما قالش ليه الحقيقه من شحال هادي، واعتذر ليه خوه بان باللي كان كيبعدو على الدار باش يحميه من باه ومن الاذى ديالو، ان خوه كيبغيه وكان كيهتم به ولكن من بعيد. وشكرو جون حيت قال ليه الحقيقه ورجع لدارو. من بعد ما رجع لدارو هو معصب، تلاقى يون وعاود ليه جون كاع داكشي اللي وقع، وباللي عرف باللي خوه كان كيبغيه وكيحميه هاد المده اللي فاتت. وفي هاد الوقت كان جين حتى هي مقلقه وبغات تطمئن على جون ولكن ما بغاتش تزيرو وتسنات حتى يعاود ليها بوحدو. كانت ران ما عارفاش تنعس حيت كيسحب ليها يون معجب بشيا، وفي نفس الوقت كان شيا كيسحب ليها معجب بران. ولا غد ليه تلاقى جون مع جين وطمنها باللي حلو سوء التفاهم اللي كان بينه وبين خوه، وفرحات جين وقالت ليه باللي كانت متاكده ان خوه كيبغيه. من بعد كانوا في المحاضره وسولتهم الاستاذه على القدوه ديالهم في الجامعه، وقال جون باللي القدوه ديالو هو يون حيت شخص مكافح وذكي، وبالرغم انه كيخدم في اكثر من وظيفه ديما كيجيب نقاط طالعين. ومن بعد حتى جين اختارت يون وقالت انه شخص كيقدروا يعتمدوا عليه، وحس يون بالاحراج من كلامهم. وملي خرجوا من المحاضره لقاو شيا كتسناه وطلبات تهضر مع يون، وعرفت منه باللي البنت اللي معجبه به هي ران، وقالت ليه شيا باللي ما ندماناش حيت اعترفت ليه بمشاعرها وباللي فرحانه حيت تعرفت عليه، وبقات كتقول ليه انه شخص ظريف وغزال، وعطات ليه الرسمه اللي رسمتها ليه وشكراتو حيت عطاها فرصه تهضر معاه وخلاتو ومشات. وتمشى جون مع جين وملي وصل لدارو لقى مو كتسناه ودخلت معاه للسكن وبقات كتعاير في البنت اللي شافتها معاه، وسولاتو على خوه حيت ما عرفاش تلاقاه، ما بغى يجاوبها في التليفون، ما بغى يتلاقاها. وفجأة مو بدات كتبكي وتفاجأ باللي عندها كدمات في يديها، وعرف باللي باه كيضربها وباللي كتعرض للعنف من شحال هادي، لكن مو قالت ليه ما يعاود لحتى واحد وخلاتو خرجت وهي منهارة. واتصل جون بخوه وقال ليه داكشي اللي وقع، وعرف من خوه باللي طلب من مو اكثر من مرة انها تسمح في الدار وتمشي ولكن ما بغاتش. من بعد جون طلب من يون يهضر معاه حيت مقلق، وجلسوا مع بعضياتهم وسولوا على باه، وعاود ليه يون باللي كان بوليسي وباللي ورث منه القوة باش يحمي مو خوه، وعاود ليه جون حتى هو على باه اللي كيعاملو بعنف وكيضربوه هو وامه. وتفاجأ يون من هضرتو حيت انه كيعاني بزاف وماشي كيما كان كيسحاب ليه باللي حياته سهله. من بعد باين جون شاف الفيديو ديال ولدو وهو كيتضرب وطلب من الشيفور ديالو يراقبوه في كل بلاصه كيمشي ليها، ونفذ كلامه. راقب جون هو في الجامعه وشافو مع جين، وكانت ران ناعسه وحلمت باللي يون كيتزوج شيا، وفاقت وهي مخلوعه. شافتها الاستاذه وهضرات معاها وقالت ليها ران باللي معجبه بشي حد وخايفه تعترف ليه، ونصحاتها تمشي تقولها ليه قبل ما يضيع منها وتندم طول حياتها. وتشجعت ران ومشات عند يون وقالت ليه باللي توحشاتو وكانت فرحانه حيت دارت هكاك، وبقاو كيجريو مع بعضياتهم. بعد جين عاودات لجون على حياتها وقالت ليه باللي ملي كانت صغيره والديها تفارقوا وامها خلات الدار ومشات، وكانت كتسنى منها اي مكالمه ولكن ما كانتش كتعيط ليها. وقالت ليه باللي مشويه جاتها منها مكالمه وما عارفه شنو دير، وشجعها جون باش تجاوبها وتلاقاها وتقول ليها كاع اللي في قلبها بلاصه ما تبقى تتعذب. ودارت جين بالنصيحه ديالو ومشات تلاقى امها وقالت ليها باللي توحشاتها وشدات في يديها، ولكن جين قالت ليها عاشت حياه صعيبه وكانت محتاجه ليها ولكن دابا كبرات ولات كتقدر تعتمد على راسها، وخلاتها ومشات وهي كتبكي. وكان جون كيتسناها وعنقها وخفف عليها وقال ليها باللي اكيد محتاجه الوقت باش تقدر تسامحها، وشد في يديها وتمشاو مع بعضياتهم. وتفاجأ بالشيفور قدامه وقال ليه باللي با بغاه في الدار، وخافت جين عليه لكن جون طمنها وقال ليها باللي غيكون مزيان وخلاها ومشى مع الشيفور. من بعد مشات جين للمكتب خوه وقالت ليه باللي با صيفط على جون باش يمشي عنده للدار، وتخلع خوه من هضرتها وجرى باش يخلط على جون وركب في طوموبيلته ومشى لتما. وتفكر فلاش باك هو صغير ملي هدد باه باللي الا ضرب جون مره اخرى غيفضحو، وطلب منه يخليه في حاله وهو غيدير ليه داكشي اللي بغا. وفي هاد الوقت كان جون في الدار وباه كيوري ليه الفيديو ديالو وهو كيتضرب، وقال ليه باللي حشم به وطلب منه يرجع يعيش في الدار باش يبقى تحت عينه، لكنه جون
رفض وتعصب باه وحبسوه في البيت، وكان باغي يضربو عاود ولكن وصل خوه ومنعو، وخرج جون من البيت وناض كيدابز مع باه وقال ليه باللي حضرو اكثر من مره ما يقربش من خوه، وكان باين على باه خايف منه. ووصلات ماين جون وبقات كتدق على ولدها باش يحلو سخفات، وبدات كتبكي وتفكر جون ملي كان صغير ووقع نفس البلان. ولكن هاد المره مو اتصلت بالبوليس وبلغات على راجلها وعلى التعدي ديالو عليها وعلى ولادها. من بعد جون ركب في الطوموبيل مع خوه وشكرو حيت عتقو باللي كان ديما كيضحي بالسعاده ديالو كينفذ كلام باه باش يحميه. ورجع لدارو وكان يون كيتسناه وهو خايف عليه وحاول يطمئن عليه، ولكن جون طرطق بالبكا وكان يون واقف معاه باش يهديه. ودازت الايام ولا جون مكتئب وحابس راسو في بيتو ما كيخرجش منه وما كيهضر مع حتى واحد. ولاحظوا الطلبه في الجامعه الغياب ديالو وسولوا جين عليه، لكن حتى هي ما كانتش عارفه توصل ليه. وتمشات مع يون وكانت ناويه تمشي للدار تطمئن على جون، لكنها تفاجات به قدامها. واول حاجه دارها هي عنقها وقال ليها باللي توحشها. من بعد جلس مع يون وهضر معاه وقال ليه باللي دابا متعادلين وكل واحد شاف الاخر وهو كيبكي وشكرو حيت كاين في حياته، وباللي كيخفف عليه بزاف د الحوايج. وفجاه بان قدامه صاحبو اللي كان خطف جين من بعد ما خرج من الحبس، وكان ندمان واعتذر لجون على داكشي اللي دار وقال ليه باللي غيسمح في الجامعه. ولكن جون قال ليه باللي ما غيسمحش ليه يدمر حياته، قال ليه يعتذر لجين ويبدا من جديد. وتاثر صاحبو بكلامه وبدا كيبكي ومشى عند جين وطلب السماحه منها قدام كاع الطلبه، وركع على ركابه وطلب منها تسامحو. ومشات عنده جين ونوضاتو قالت ليه باللي مسامحاه. من بعد دخل عليهم الاستاذ وطلب منهم مشروع ديال التاليد العام، وقال لهم باللي هذه فرصه للناس اللي ضيعوا نقاط المشروع اللي فات، وباللي الفريق غيكون هو نفس الاعضاء. وجمع الفريق وشربوه هما فرحانين وكيضحكوا وقربوا من بعضياتهم اكثر. من بعد انتشر خبر ان باين جون مراته بلغات عليه بتهمه الاعتداء عليها هي وولادها. وشاف باين جون الخبر وتعصب واكتشف باللي كاع الموظفين الشركه سمحوا فيه. وملي رجع للدار لقى ما كاين حتى واحد، وعرف باللي مراته هزات حوايجها ومشات وخلاته بوحدو. انهار وبقى كيشرب ومشى لدار جون وكان كيسحب ليه مراته تما وبقى كيقلب عليها ولكن ما لقاهاش. وهدار جون معاه وحاول يرد له عقلو، قال ليه باللي بسبب المعامله ديالو كاع الناس غتبعد عليه وترجاه يغير من راسو ويعتذر للناس اللي تعدى عليهم. ولكن با تعصب من كلامه وكان باغي يضربه، ولكن جون منعو قال ليه باللي تبدل وما بقاش كيخاف منه. وهدو الى حاول يقرب ليه ولا يادمو ما غيرحموش، وتصدم باه من كلامه ورجع لدارو ولقى ولدو تما وطلب منه يرجع مول للدار. وقال ليه باللي ضرب تماره في الخدمه على قبلهم باللي كيبغيهم، ولكن ولدو قال ليه يعتبر باللي ما عندوش عائله وباللي هاد الجمله قالها قبل لواحد الشخص عزيز عليه وجرحه كان قاصد خوه جون. من بعد عرفنا باللي شيه خلات السكن وانتقلت من الجامعه، وكان جون وران مفتقدينها وحسوا باللي السكن ما عنده حتى طعم بلا بيها. ولا غد ليه جلس الفريق مع بعضياتهم وهضروا على المشروع وكانوا باغين يديروا فكره تبهر الاستاذ والطلبه. واقترح جون انهم يطلبوا المساعده من ممثله ووافقوا على الاقتراح ديالو واختاروا وحده سميتها كيم من قسم الاعلام. ومشى جون مع جين باش يتلاقاوها وطلب منها جون تساعدو في المشروع ووافقات. وبالليل جون جاه الجوع وسول يون واش بغى ياكل، ولكن قال ليه باللي ما فيه الجوع. وقرر جون يطيب وكانت ريحه الماكله زوينه وغير حط يا سيادي الماكله فوق الطبله. جلسوا باش ياكلوا بقاو كياكلوا كيدابزوا مع بعضياتهم بحال الخوت. ولا غد ليه الخوت تلاقاو وعطاه هديه وتفاجأ يون باللي هي المذكرات ديال باه. وقال ليه خو باللي عرف من امه باللي باه كان باغيه يولي بوليسي بحالو. من بعد الاستاذه تفاجات باللي السكرتيره قدمت الاستقاله ديالها حيت غتزوج، وطلبت منها الطالب اللي كان مساعد ديالها انه يشد بلاصتها. ولكن الاستاذه رفضات وقالت ليه باللي كذب مره واكيد غيعاودها، وكانت قاصده البحث ديال جين اللي كتب سميتو. وقدموا ليها وطلبت منه يحسن من راسه. ومن بعد الفريق تجمع على قبل المشروع وقرروا انه يكون على الخير والشر اللي داخل كل واحد فيهم. وبدا كل واحد كيعاود على الجانب المظلم في حياته وكل واحد قصته مؤثره، وبقاو كيدعموا ويشجعوا بعضياتهم باش يعطيو الثقه لنفوسهم. وكل واحد تدرب على الدور ديالو وصفاو الخلافات اللي كانت بيناتهم. وجا نهار التقديم وطلب جون انه هو اللي يطلع يعرض المشروع، وتفاجأ كل شيء
حيت هو اصغر واحد فيهم، ولكن شجعوه وهضر على المشروع ديالهم وكيفاش كل واحد فيهم محتاج حد يدعمه باش يشوف الجانب الزوين اللي لداخل ديالو. خدم الفيديو اللي كيعاود على حياتهم في مرحلة الشباب، وملي سالا تأثروا كلهم وبقاو كيصفقوا عليه وحياوه صحابو في الفريق وشجعوه. طلبات جين انها تخدم فيديو واحد اخر وكان على الكواليس ديال المشروع، وبين شحال ضربوا ديال تماره وكانوا كيساعدوا يدعموا بعضياتهم بالاخوه اللي كتربط بيناتهم، وربحوا جائزة افضل مشروع. وفرح الفريق وبالليل احتفلوا مع بعضياتهم. من بعد شان تلاقى جين وقال لها باللي غيدفع للجيش، وشكرها حيت كان ديما بجنبو ملي كانوا صغار، وقال لها باللي ندمان حيت كان كيسحاب ليه ضامنها بجنبو وما قدرش يعترف بحقيقة المشاعر ديالو حتى ضاعت منه، وتمنى ليها السعادة وعنقها باش يودعها وطلب منها تغمض عينيها حتى يمشي حيت ما بغاش تشوفو هو كيبكي باش تبقى عاقله عليه هو كيضحك ديما. ومشات ران تعترف بمشاعرها ليون وقالت ليه باللي عارف كتبغيه ومتجاهلها وداك الشيء علاش قررت تبعد عليه لكنهم غيبقاو اصدقاء. ومشات كتجري وتلاقات شان وجرى معاها وبقاو كيهضروا، كان باين انهم بدا السيركوي كيدوز بيناتهم. من بعد يون رجع لدار جون وهضر معاه وقال ليه بلي غيدوز الصيف في دار خالو باش يتلاقى موم اللي تبرا غيرجع يعيش معاها في الدار. وبقى في جون الحال حيت غيبعد عليه وخاف لا ينساه، ولكن يون قال ليه باللي غيبقى صاحبو العمر كامل وحتى الا بعد عليه غيرجع عنده ويبسل عليه كالعاده. وبقاو كيضحكوا ودوزوا الليل مجموعين، ومن بعد شهرين رجعوا للقرايه وكان جون ناعس في المحاضره ويون جالس موراه، وملي حاول يتحرك كب عليه القهوه وضحكوا. محيت اول موقف جمعهم بيناتهم تعاود ومشات جين تجلس معاهم وحضروا المحاضره مجموعين. وملي سالا ومشى يون يقلب على خدمه من بعد القرايه قال عاوتاني ما عنديش الوقت للحب، ولكن هاد المره ولا عنده اصدقاء كيخافوا عليه ولا فرحان بوجودهم في حياته. وتجمعوا هما الثلاثه وتفكروا ذكرياتهم والمواقف اللي دازوا منها وبقاو كيضحكوا. وتسالات حجيتنا ومشات من واد لواد وبقينا حنايا مع ولاد الجواد. ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني ونتشوفوا في قصه جديده ان شاء الله. تهلاو.